ده سفاح التجمع وده سفاح الجيزة. في الفيديو ده هنعرف هل في علاقة ما بين إطار الوجه ما بينهم، هل في شبه ما بينهم، وهنعرف كمان هل تقدر تعرف شخصية السفاح من خلال ملامح الوجه. ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. اعمل اشتراك في القناة دي وفعل زر الجرس لو عايز تعرف أكتر عن علم التحليل النفسي وعلم تحليل الشخصيات. يلا نبدأ. أهلا بكم من جديد، أنا إيهاب الغرباوي، أخصائي تحليل نفسي معتمد من خلال علم الفراسة ولغة الجسد. في الفيديو ده هقول لك وهكلمك أكتر عن الملامح اللي لما هتشوفها لأول مرة في أي شخص تقدر تعرف إذا كان هذا الشخص عنده ميول إجرامية يوصل بيه لمرحلة إنه يكون سفاح حقيقي ولا لأ. في البداية خلينا أحكي لك قصة سفاح التجمع، شاب اسمه كريم سليم. الشاب ده كان بيقطن أو بيعيش في أحد الكومباوندات الشهيرة في التجمع الخامس، مدينة القاهرة الجديدة، في محيط القطامية في مصر. الشاب كان عنده مشكلة نفسية تقريبا، فكان بيستدرج بعض من فتيات الليل للشقة الخاصة بيه في أحد الكومباوندات الشهيرة في منطقة التجمع الخامس. كمان الغرفة اللي كان بيستدرج فيها الفتيات دي كانت غرفة مجهزة على حسب يعني ما قالت أخبار والإعلام والقضاء اتكلم في الموضوع. قالوا إن الغرفة دي كانت مجهزة بنظام عزل الصوت، وده علشان الضحايا بتوعه أي أصوات عالية أو أي صريخ منهم ما يخرجش بره، فبالتالي الجيران هيسمعوا بيه وهيكتشفوا الجريمة بتاعته. كمان الغريب في الموضوع إن الجيران بتوعه أشادوا الكريم إن هو كان إنسان كويس جدا، علاقته بيهم كانت علاقة طيبة جدا، ما كانش بيعمل أي مشاكل. ولكن هم لاحظوا في الفترة الأخيرة تردد بعض من الفتيات بشكل كبير على شقته في الكومباوند، ولكن بما إنه ما كانش بيعمل مشاكل فما كانش فيه أي مشكلة عندهم. كريم شاب مصري بيحمل جنسية أمريكية، وكمان المعلومة اللي الحقيقة أذهلتني إن هو متعلم تعليم كويس جدا، ده كمان خريج الجامعة الأمريكية في مصر، وكان بيحمل الجنسية الأمريكية بالفعل، وده اللي أثبتته التحقيقات، لأنه كل شوية كان بيقول أنا معايا الجنسية الأمريكية. في التحقيقات لما سألوه عن عدد الضحايا الحقيقة جاوب إجابة غريبة جدا، لأنه قال أنا ما أعرفش عدد الضحايا قد إيه تقريبا. فلما سألوه يعني مثلا 3 4 5، قال يمكن أكتر من كده، مش فاكر الحقيقة. العلاقة الكاملة ما بين كريم والضحايا بتاعته كانت تقريبا نفس الوسيلة أو نفس العلاقة، لأنه كان بيستدرج فتيات الليل، وده عن طريق القنوات بتاعته على السوشيال ميديا، لأن كريم بالفعل كان عنده قناة على ابلكيشن تيك توك، وكمان كان عنده متابعين كتير جدا على حسب ما ذكرت وسائل الإعلام. وكمان القناة بتاعته تم حذفها بالفعل من حسابات التيك توك. كريم كان بيعتمد على استدراج ضحاياه بشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت ما كانش بيظهر عليه أي علامة من علامات الاستفهام اللي ممكن تخلي أي شخص يشك فيه أو يشك إن هو ممكن يكون سفاح حقيقي بالفعل. كريم كان متجوز من بنت هي بالفعل مصرية من أصول مصرية، ولكن كانت بتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف عليها هناك واتجوزوا، أنجب منها طفل. الطفل ده سماه زين، وبعد فترة من الزمن كريم ادعى إن البنت دي على علاقات غير كويسة مع أحد أصدقائه، وقام عليها دعوى قضائية، وبالفعل انفصل عنها وقدر يكسب حضانة الطفل ده. البنت دي كانت بتسافر بره مصر طبعا في الولايات المتحدة ومستقرة تماما، مفيش أي مشكلة، وكانت بتنزل في مصر لزيارات علشان تقدر تشوف ابنها. القصة كلها بدأت على طريق مصر الإسماعيلية. كان زوج وزوجته في طريقهم في طريق سفر، العربية سخنت، فالزوج ركن العربية علشان يشوف هل العربية محتاجة تبريد أو أي شيء يعني. الزوجة اكتشفت إن في حاجة غريبة، في شنطة غريبة، فبدأت تلفت انتباهه ليها، واكتشفوا بالفعل إن في جثة لفتاة يعني سن 30 31 32 في الافريج ده. بالفعل بلغوا الشرطة، وبدأت الشرطة تاخد الإجراءات بتاعتها في مراجعة الكاميرات، لأن بالفعل المكان ده ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة. فبدأوا من خلال حركة سير السيارات والمرور يتتبعوا حركة السيارات، وبالفعل قدروا يوصلوا أرقام العربية المشتبه فيها، وبالتحريات بالفعل قدروا يوصلوا كريم، وتم ضبطه في محيط منطقة عين شمس في القاهرة. هل في علاقة ما بين كريم سليم سفاح التجمع وما بين سفاح الجيزة من خلال علم الفراسة؟ هل الإطار الهندسي للوجه الخاص بكريم سليم
بيشبه بالفعل الإطار الهندسي للوجه لسفاح الجيزة؟ هل العلاقة دي هي بتقول إن أي شخص عنده الإطار ده وعنده الشكل ده ينفع يكون سفاح؟ والإجابة هنا بكل بساطة طبعا لأ. وده ليه؟ المشكلة اللي كانت عند كريم كانت مشكلة نفسية، وتقريبا برضه هي كانت نفس المشكلة النفسية الموجودة عند سفاح الجيزة. كانت عنده مشكلة نفسية تجاه الفتيات بشكل عام، لأن الطريقة اللي كان بيعتمد فيها على قتل الضحايا كانت بتبدأ دائما بالتعذيب. كان بيعذب الضحية بشكل كبير جدا وبعد كده بيقتلها. فده هنا يقول لك إن في علم النفس طبعا ده مرض نفسي بحت، ملوش أي أسباب تكون ظاهرية بالنسبة لك تقدر تحكم عليها، ولكن طبعا في أسباب داخلية بس هو اللي يعرفها، وأكيد التحقيقات قدرت توصل لهذه الأسباب. الإطار الهندسي عند كريم بيشبه بشكل كبير جدا الإطار الهندسي عند سفاح الجيزة. طيب اللي عايز أقوله في الفيديو ده يا جماعة بكل بساطة إن مش أي شخص عنده الإطار الهندسي ده لما هتشوفه هتقول إن هو سفاح. ده مبدئيا. طيب هل في علامات في الوجه بتدل على إن الشخص ينفع يبقى مجرم؟ طبعا في علامات كتير جدا في الوجه بتدل على إن الشخص ممكن يكون عنده ميول إجرامية، أو إن الشخص ممكن يرتكب بعض من الأعمال الإجرامية من غير ما يشعر بالذنب. ولكن قبل ما أقول لك إيه هي الملامح دي، مهم جدا إن أقول لك إن أي عمل إجرامي بيكون له عمل سبب أو دافع نفسي 100%. إما إن هو بطبيعة الأمور تعرض لتعذيب أو شاهد تعذيب لأحد يعني أفراد أسرته بشكل مباشر، وكان على علاقة طيبة جدا بيهم أو بيحبهم جدا، فبالتالي في المرحلة دي ممكن يوصل بيه الأمر إلى إن يكون إنسان مجرم، أو إن هو يعني ينفذ أو يعني ينتقم من الجنس ده أو جنس السيدات بالتحديد بنفس الطريقة أو بنفس الصورة. ولكن في ملامح في الواقع بتدل على إن الشخص ينفع إن هو يكون إنسان مجرم أو يكون ليه ميول إجرامية. طبعا دلوقتي صديقي أنت عايز تعرف إيه هي الملامح اللي لو شفتها في الشخص ممكن تحكم إن هو يكون شخص مجرم. والمفاجأة هنا إن أنا هصدمك وهقول لك دلوقتي على بعض الملامح اللي بالفعل لو بقت موجودة في شخص وقرر إنه يبقى مجرم فمستحيل إنك تكشفه. بداية هذه الملامح نبدأ كده زي ما اتعلمنا من مفاتيح الشخصية، وده اللي احنا بنقول دايما عندنا في كورسات الفراسة اللي بنقدمها من خلال قناتكم فراسة تيوب. مبدئيا كده ممكن بنسبة كبيرة لو كان الشخص شبهي كده عنده جبهة عريضة، جبهة طويلة وعريضة، ممكن الشخص ده لو بقى مجرم هيبقى مجرم جامد جدا. وده ليه؟ ده كمان لأن هو بيفكر بشكل كبير جدا وعنده قدرة إبداعية على الابتكار بشكل كبير. فالشخص اللي زي كده لو فكر إنه يبقى مجرم في يوم من الأيام لا تخافوا ولكن احذروا. طيب إيه كمان ممكن يدل على إن الشخص لو بقى مجرم فهيكون مجرم إبداع؟ خدوا بالكم يا جماعة من فكرة مجرم إبداعي، لأن في حادثة كريم هتلاحظ إن كريم كانت عنده أخطاء فنية في الجريمة بتاعته، فكانت الجريمة غير كاملة، فبالتالي في وقت قليل جدا قدرت الشرطة المصرية بكل كفاءة وبراعة إن هي توصل لهذا المجرم ويتم إلقاء القبض عليه. فخدوا بالكم هنا إن فكرة إزاي يتعامل في الجريمة، خدوا بالكم ده علم موضوع كبير جدا. علم الجريمة ده من أحد المواضيع ومن أحد العلوم اللي بتدرس في كليات الشرطة والجهات المختصة للتحقيق. فبالطبع هيكون في بعض من الملامح اللي ممكن تدل على إن الشخص ينفع يكون مجرم، وده أنا هقوله لكم إن شاء الله في الكورس اللي إحنا بنحضره علشان تحذر من التعامل مع الإنسان المجرم. أما بقى لو أنت عاوز تعرف شوية تفاصيل كده فإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لكم بعض من التفاصيل اللي بتدل على إن الشخص ينفع يكون مجرم. خدوا بالكم يا جماعة أنا بقول ينفع، بقول ينفع إن يكون مجرم. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تشوف فيديوهات التحليل النفسي أول بأول وتتعلم أكتر عن علم التحليل النفسي ولغة الجسد. ولو عاوز تشترك في كورس الفراسة فأنا سايب لكم رقم الواتساب تقدر تتواصل من خلاله معايا على واتساب وهرد عليك وأقول لك كل التفاصيل. شكرا وأشوفكم فيديو جديد، وقولوا لي تعرفوا إيه في التعليقات عن قضية سفاح التجمع، وإيه رأيكم في الموضوع ده، وهل أنتم بالفعل شايفين إن في ملامح بتدل على إن الشخص ينفع يكون مجرم؟ وكمان قولوا لي في التعليقات استنتاجكم عن بعض الملامح، لأن أنا عارف إن أنتم شطار جدا. شكرا ونشوفكم في فيديو جديد.
السلام عليكم.